اشهر الروايات ديت بتقول ان الحمله الفرنسيه لما جت على مصر بقياده نابليون بونابرت وجهوا مدافعهم ناحيه القاهره والجيزه، واحد تلك المدافع اصاب وجه ابو الهول فسقطت انفه. طبعا الروايه ديت مش مظبوطه خالص ومغلوطه تماما، ودوت لعده اسباب. السبب الاولاني ان بمنتهى البساطه لو مدفع ضرب الدانه بتاعته في وش تمثال، مش مناخيره بس اللي هتقع، على الاقل خالص وش التمثال كله هيطير. تاني حاجه، الحمله الفرنسيه لما جت على مصر جابت معاها مجموعه من العلماء كان هدفهم دراسه مصر من جميع الجوانب، وخرجوا لنا في الاخر بكتاب موسوعه وصف مصر اللي يعتبر من اهم الكتب في المرحله ديت. تالت سبب واهم سبب بقى ان سنه 1737 زار مصر المستكشف الدنماركي فريدريك لويس نوردن، اللي ألف كتاب زيارتي لمصر والنوبة، اللي بيوصف فيه زيارته لبلاد مصر وبلاد النوبة وبلاد السودان، وبيوصف فيه أبو الهول ورسم له لوحة موجودة فيها التمثال من غير أنف. والكلام دوت كان سنة 1737